مرحبا حبايب القلب، كيف الحال؟ يعني انك تكون شيخ من سوق الجمعة مشينا لك اياها، اما تكون شيخ من سوق الجمعة وفوق هيك اهبل، لا هي كثير هيك. هذا اللي ناقص، ما ضلش غير الشيوخ مراقص لندن يحكوا عن زعماء العرب والمسلمين امثال سيدنا عمر بن الخطاب وصحابة رسول الله. تخيلوا معي اني اشوف شيخ من سوق الجمعة مثل هذا بيسب على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين واقعد صافن، لا لازم ابهدله، لازم. وادعس يلي بتدعس. تعليق وصل بالفيسبوك طبعا يسب ويلعن يقول: كيف تتعرضون لهؤلاء وهم يعني الصحابة وهم مبشرون بالجنة؟ يعني في نفس هذا الإطار. هذه أكذوبة. نعم. هذا الآن الذي سبنا ولعننا أسأل الله تعالى أن يهديه. قال مش عاجبه السب واللعن على أساس إنه حضرة جنابك ما بتسب وتلعن. ذكرتني بالرقاصة اللي قالوا لها احلفي، قالت وحياة شرفي انت زي الرقاصة اللي بتحلف بشرفها، بتلعن وبتسب وما بدك الناس تسب وتلعن، يم زي الرقاصة. أكذوبة سياسية مختلقة. لا مبشرين بالجنة وهم أنفسهم ما عرفوا أنهم مبشرون بالجنة. أحدهم مثلا عمر بن الخطاب وكان يندب ويدعو بالويل والثبور ساعة احتضاره، يقول: ويل أمي ليت أمي لم تلدني ليتني كنت تبنة في لبنة. يقول يا ريتني كنت تبن. خلاص. مثقل دمك انت واللي قاعدين معك. شيخ الكبة ركز معي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصحابة رسول الله بالجنة غصب عنك وعن راسك وعن راس اللي قاعد معك كمان، هذا اشي مفروغ منه. اما بالنسبة لموضوع التبن، حتى التبن إلك حرام فيك وحرام للي قاعدين معك. يعني انا ما بحط لكم تبن، يعني مستعد احط التبن للحمير وللبقر وما بحط لكم اياه. انتوا شلة دولارات، عاملين شلة حلقة شغل بس دولارات، والعالم كله كشفك. واصلا انت انطردت من اكثر من دولة وجاي قاعد هناك، سافرت على لندن عشان تعرف ترقص براحتك، وجاي بتحكي عن سيدنا عمر بن الخطاب وكروح انطم. ولذلك عمر ما عرف أنه كان من أهل الجنة، وإما عرف لكنه كان شاكا في إخبار النبي فقد كفر في ساعتها وانتقل إلى جهنم. خلص، في كل الأحوال كل الطرق تؤدي إلى جهنم ما تؤدي إلى ما حكيت لكم يا اخوان، حكيت لكم ضحكة رقاصات مبينين، يعني معاليم بالرقص، معاليم بالهز والمز بالليل. يعني مبين ضحكتهم ضحكة رقاصين. مش بقول لكم رقاصين، كيف بدك رقاص يحب سيدنا عمر؟ اكيد ما راح يحبه، لانه سيدنا عمر بن الخطاب دعس على امثالكم ودعس على الرقاصين معكم. بعد تقول قاعد بولد. يعني لابد شوية المخالفين يساعدوننا في إنضاج عقولهم. يعني الآن في هذا الزمان حيث تكنولوجيا وإنترنت وما أدري المصادر المعرفة موجودة، يمكن لكل إنسان شوية يطالع. والله إني طالعت ورحت بحثت ودورت وبحبشت، لقيت الحمد لله كل أحاديثنا صحيحة وبتوافق القرآن. أما الروايات اللي بين يديك من سوق الجمعة هاي ذنبك مش ذنبنا. يعني روايات سوق الجمعة اللي بتكتبها وانت قاعد بالحمام هاي خليها لحالك. وانت تحكي عن التكنولوجيا، والله اقول لك الواحد يا ريت ظل على تليفون ابو لوكس يا اخوان، تبع تليفون لعبة الحي الدودة وما شاف اشكالك. طالع كتبكم ستكتشف هي هذه الكتب ما فيها من هراء وأكاذيب وتناقضات وسخافات وتفاهات بحيث لا تستطيع أن ترضي ضميرك. أما الروايات اللي بتقول الفيل بطير ولحم من الأرنب من الحشرات والباذنجان لونه أسود لأنه ما اعترف بالولاية، ومن هالتخبيص هذا اللي بتجيبوا لنا إياه، هاي ما شاء الله بصدقها عقل ومنطق. شيوخ سوق جمعة